يا صباح العسل وصباح الفل. النهارده بقى ايه، قمت من النوم كده الصراحه. نفسي اعمل شويه حواوشي بقى، بيتي بقى من اللي قلبك يحبهم. ماشي. جبت كيلو دقيق، وجبت معلقه سكر صغيره، وجبت معلقه رشه ملح. وحطيت كمان معلقتين لبن نيدو. ماشي. وهعمل بقى ايه، تيست كده للخميرة، يعني نص معلقة سكر في مية دافية. طب ماشي، واحط عليهم كيس الايه، الخميرة. صلوا بينا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. وتعالوا بقى شوفوا بقى ايه، هنعمل شوية حواوشي مية مية. طريقة سهلة وبسيطة، وهيطلعي معاكي الحواوشي تحفة. العجينة واللحمة رهيبة بإذن الله. هسيبها كده 10 دقايق بس. هنا بقى ايه، هنيجي بقى نشوف بقى ايه. ما شاء الله، بصوا اختمرت ازاي كده، ما شاء الله. الايه الاختبار بتاع الخميرة مية مية. هننزل بقى ايه بيها كده في قلب الدقيق. ده كيلو دقيق. ماشي. هعجن بقى بميه فتره. دي ميه فتره مش سقعانه، ماشي يعني. مش من الحنفيه، لا دي ميه انا كنت غلياها في الكتل. وسبتها تهدى شويه وايه، وبعجن بيها. خلاص. هنعجن بقى زي ما انتوا شايفين كده العجينه. لازم طبعا هنلم الدقيق كله زي ما انت شايفه كده. وطول ما انت بتعملي سمي بالله، علشان الحاجه تطلع ايه، زي الفل. حطي بقى اللايك واعملي سبسكرايب للقناة. وزي ما وعدتكم انا ايه، راجعلكم بقى بشوية فيديوهات بإذن الله. هتعجبكم جدا. بصوا يعني هي فيديوهات، مش يعني مش وصفة بحد ذاتها، يعني ده روتيني اليومي، حياتي اليومية يعني. اللي هطبخه، هقوم اطبخه الصبح. ربنا عني وفتحت الكاميرا كده وصورت. ايه، هنبقى مع بعض دايما بإذن الله. بس انتوا بس تدعموني كده، حطولي لايك واعملوا لي سبسكرايب للقناة. وان شاء الله هتشوفوا وصفات هتعجبكم باذن الله. خلاص، بعد ما لميت بقى العجينة بقى، يعني بصي تقعدي تعجني فيها لغاية ما تبقى زي الملبن كده معاكي. بصوا شايفين ما شاء الله. بس هنسيبها بقى ايه، ساعة زمن واحدة بالظبط. هتحط لها كده، هاتي بقى ايه مثلا ايه، فوطة كده نظيفة، عشان تغطي بيها وتحطيها في مكان دافي عشان ايه تخمر معاكي. خلاص. طبعا بصوا انا قعدت اعجن فيها حبة حلوين لغاية ما بتبقى العجينة معاكي لينة وطرية جدا. خلاص، جبت اهي الفوطة النظيفة. وتحطيها كده على العجينة. حطي بقى العجينة في مكان دافي لمدة ساعة، ونرجع مع بعض اوريكم ايه العجينة اختمرت ازاي. هنيجي هنا بقى حبايبي، عبال ما العجينة بتاعتنا تختمر هنعمل ايه، هنتبل اللحمة. معايا كيلو لحمة مفرومة، ومعايا هنا 3 بصلات حلوين كده كبار، مع 3 فلفلات اللي هو الرومي. ماشي، تضربيهم ايه نص ضربة كده في الكبة، ما تنعمهمش قوي. احنا مش عايزينه ناعم، احنا عايزينه ايه، نص ضربة كده في الكبة. ماشي. ومعايا هنا بقى ايه كوكتيل البهارات دوت. بهارات حواوشي، ملح، فلفل اسود، شطة، معلقة كزبرة. ودي بهارات ايه، 7 كده مشكلة. خلاص. نزلنا بقى بالبهارات زي ما انتوا شايفين كده. وهنبدأ اللي احنا نعجن، نخلط المكونات بتاعتنا كلها باللحمة على قد ما تقدري، علشان كله يتجانس مع بعضه. بس نصيحة لوجه الله، لازم اللحمة معاكي، لحمة الحواوشي بالذات، لازم يبقى يعني لما تجيبيها من عند الجزار، قوليله يعني مع اللحمة وهي بتتفرم كده، قوليله حطيلي حتة ايه دهنة كده. الدهنة دي بتدي تيست عالي قوي في الحواوشي. خلاص. صليتوا بينا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. خلاص يا حبايبي. وبرضو اهم حاجة انك لما تعملي لها التتبيلة دي، على الاقل سيبيها ساعة في التلاجة، علشان اللحمة تتشارب من التتبيلة، هتبقى ما شاء الله حلوة. ولازم بتجيبي من عند العطار كده، قولي له انا عايزة شوية ب5 جنيه بهارات حواوشي،
بتدي تيست عالي قوي. وطبعا حواوشي لازم يبقى حراق. انا الصراحه حواوشي بالنسبه لي لازم اعمله حراق. مش حابه اللي هو يكون حار. هتشيلي بس الشطه. تمام. زي ما انتوا شايفين اهو. اغطيها طبعا عشان اللحمه ما ينفعش تحطيها في التلاجة كده عشان ما تنشفش. هنغطيها بالطبق ونسيبها بقى ساعه عبال ما العجينه بتاعتنا تختمر. هنا بصوا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين العجينه اختمرت ازاي؟ حاجه كده ما شاء الله. يعني ايه شغل كده بمزاج. ماشي. طبعا انا كنت بدأت اللي انا ولعت الفرن على درجة حرارة 180 علشان يبدأ يسخن، عشان اول لما تجهزي تدخلي على طول يبقى جاهز وتسوي بسرعة معاكي. خلاص. بصوا بصوا ما شاء الله. حاجة كده عسل يعني. شغل فاخر من الاخر ما شاء الله يعني. امشي كده بالخطوات والله هتعملي شوية حواوشي ولا اجدعها بتاع حواوشي. وهتوفري وهتعملي كمية ما شاء الله حلوة. تمام. زي ما انتوا شايفين كده هبدأ بقى ايه اللي انا اعمل كور بحيث اللي هو الرغيف، يعني رغيف الحواوشي. شوفي بقى انت عايزاه كبير، عايزاه وسط، عايزاه صغير، حسب عدد افراد الاسرة عندك يعني. ماشي. طبعا احنا بنعمله كور كده علشان طبعا لازم تسيبيه. برضو لما تعمليه كور كده تسيبيه 10 دقايق بس عشان برضو ايه العجينة ترتاح. ماشي. حطي بقى اللايك واعملي سبسكرايب للقناة وخليكي معايا لنهاية الفيديو عشان هتشوفي حاجة عظمة ما شاء الله. بصوا هعمل بقى كله زي ما انتوا شايفين كده بنفس الطريقة. انا كل ده لسه على فكرة ما طلعتش اللحمة من التلاجة. انا سايباها ايه يعني تتشرب شوية من البهارات. بصوا بقى اهي. بعد ما قسمت العجينة اهي عملتها كور زي ما انتوا شايفين كده. وهنا طلعت اللحمة اهي بتاعتي من التلاجة. الصينية بقى اللي هتسوي فيها. البولة دي فيها معلقتين سمنة ونص كوباية زيت. بصوا بتدي السمنة كده مع الزيت بيدي كده طعم حلو. وبتخلي العجينة معاكي ايه لينة وطرية ما شاء الله. بصوا عايزة اقول لكم ان الحواوشي النهاردة العيال ويعني البيت كله كان مهبول عليه، كان طعمه حكاية والله العظيم ما شاء الله يعني. هنجيب بقى الايه حاجة بقى نفرد فيها. اوريكم طبعا انا بمشي معاكم خطوة بخطوة علشان مفيش حاجة تقف معاكي. اول واحدة انت حطيتيها افتكري كده، اول واحدة انت حطيتيها طلعتيها عملتيها كورة يعني تطلعيها تبدأي تفرديها كده في نص فردة. وتاخدي قطعة من اللحمة تكوريها وتحطيها وتحطيها عليها. هوريك طبعا الخطوات. محدش يروح في اي حتة وشوفوا الفيديو للاخر بعد اذنكم. شوفوا الفيديو للاخر علشان الفيديو يوصل لاكبر قدر من حبايبنا ومتابعينا الجمال على اليوتيوب. بصوا بتلموها ازاي. شايفين مفيهاش اي افتكاسة. يعني حاجة كده سهلة جدا جدا وبسيطة ما شاء الله. خلاص. شايفين هعمل برضو معاكم اهي واحدة تانية اهي. صلوا بينا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. عايزة اقول لكم اللحمة تتبيلتها ريحتها رهيبة رهيبة رهيبة.
بس كده مفيهاش والله اي افتكاسة خالص، هتعمليه زي بتاع بره بالظبط. بصوا بقى يا حبايبي، بالسمنه بقى اللي معانا دي، بايديكي كده بتاعتك ايديكي كده بتدهنيها يعني، وبتبداي بقى ايه، تفردي الرغيف كده معاكي. بصي لو انت حسيتي ان الصينيه مش هتكفي الرغيفين مش مشكله، اهم حاجه ان الرغيف يكون مفروض كويس ومحطوط في الصينيه كويس، ما يبقاش الاتنين مزنقين في بعض عشان ما يلزقوش في بعض. بس زي ما انتوا شايفين كده. بصوا انا حسيت ايه، الصينيه لا مش، لا هتعكسني فهيبقوا الاتنين كده زانقين على بعض، فلا انا ما بحبش كده. انا بحب لما اعمل حاجه من حاجتي اعملها كده ايه ببراح كده، وتكون الايه الحاجه اخده ايه حقها علشان تطلع مستويه معاكي. بس كده، وبالشوكه كده بتعملي لها بقى ايه الفتحات دي علشان العجينه تستوي كلها من جوه، وما تبقاش ايه من جوه نيه ومن بره ايه مستويه. لا الطريقه دي هتطلع معاكي الحواوشي ايه مية مية. بصوا حبايبي ما شاء الله، صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. هدخل بقى اول واحد معانا ده كده، ودي الصينية التانية. ماشي هكمل بقى ايه طبعا. وزي ما قلت لكم الفرن يبقى درجة حرارة 180، وطبعا تتابعي علشان ما يتحرقش منك. كل شوية بتقلبيه ايه لما تحسي اللي هو استوى من جنب بتحطيه ايه على الجنب التاني، تقلبيه بالراحة اهم حاجة. خلاص. واول بقى ما يبدأ اللي هو يستوي كده ويديك اللون الذهبي الجميل اوريه لكم ان شاء الله في نهاية الفيديو. بصوا حبايبي، بصوا حبايبي ما شاء الله، اهو الحواوشي اهو ما شاء الله الله. اكبر حاجة كده، بصوا الرغيفه جميلة جميلة جميلة. بصوا ما شاء الله. بصوا يعني شوفوا مستوي الكمية وزي دي ما شاء الفل، الله اهي، زي يعني وكان بصوا لسه زي كمان في بتاع رغيفين في الفرن بره بالظبط. بص حتى اللحمه رغيفين اهي في باينه الفرن اهي. بصي ما شاء الله. بيستووا. بصوا ما شاء يا الله. رب كده يكون يا رب يكون النهارده النهارده كده كده الفيديو عجبكم. عجبكم. جربوا ان شاء الله طريقة اسيبكم بقى في رعايه الحواوشي دي الله وحفظه، والسلام هتعجبكم عليكم في ورحمه امر الله الله. وبركاته. اسيبكم بقى في رعاية الله.